لو انت حامل أول مرة ومش عارفة تاكلي ايه وما تاكليش ايه، أبسط معلومة علشان نوضح ده، انت في بني آدم بيتكون، عايز يتكون يبقى محتاجين أكل صحي، محتاجين بروتين أول حاجة، محتاجين كالسيوم والقليل من الكربوهيدرات. يعني احنا لازم نهتم بإن احنا ناكل بروتين مصدر صحي، وإن انت يبقى بتاخدي كالسيوم من مصدر صحي، يعني مثلا ناخد لبن، ناخد سمسم، ممكن الأسماك اللي بتتاكل بالشوك بتاعها، يبقى أنا كده خدت كالسيوم. والكربوهيدرات مش مهم إن هي تكون كتير. الحاجة التانية انت ممكن كمان بتاخدي ألياف، يعني تاكلي خضار وسلطة، ده علشان الفيتامينات وعلشان الألياف بتساعدك إن انت ما يجيلكيش إمساك في الحمل. الأكل اللي مش صحي في العموم يبقى مش صحي في الحمل، يعني بلاش شيبسيات، بلاش مخللات، ممنوع سردين، ممنوع فسيخ، ممنوع ممنوع كل الأكلات اللي مش صحية دي. الحاجة التانية أي أكل عليه مكسبات طعم ولون، ده أساساً بيدخل في تكوين الجنين ويبقى مؤذي ليه. محتاجين ناكل حاجات فيها أوميجا 3 كتير، يبقى هنهتم بأكل الأسماك، أسماك البحر، محتاجين ناكل مكسرات، محتاجين ناكل أكل صحي ومتوازن، محتاجين إن إحنا ما نصومش نفسنا. وزن البيبي بيبقى كويس لو أنتِ منتظمة في أكلِك، يعني يا بتاكلي 3 وجبات و2 سناكس أو ناكل 4 وجبات. لما انت تنتظمي في معدل الاكل بتاعك، ده بيحافظ على ان انت ما تتخنيش وان وزن البيبي يبقى حلو. لكن لو انت بالعكس، انا مش جعانه وفضلت طول اليوم ما تاكليش وتاكلتي مره واحده، جسمك هيخليكي انت تتخني ووزن البيبي يبقى ضعيف. الاكل اللي مش صحي في العموم، يعني بلاش ناكل جانك فود كتير لان انت هتتخني. الاكل اللي هو انت مش عارفه مصدره، بلاش لحوم مصنعه. اعتقد ان هو الاكل الصحي احنا بنبقى عارفين، مش محتاجين نجامل نفسنا. بلاش حاجات فيها كافيين كتير، لان الكافيين كتير بيبتدي يأثر على وظيفة المشيمة، ممكن يرفع ضغطك. طبعا بلاش تدخين، وبلاش تدخين سلبي، لان كل الحاجات دي بتأثر على وظيفة المشيمة وعلى حجم البيبي، وبتعمل آثار جانبية في الحمل من ان انت ضغطك يعلى، او ان انت تولدي بيبي حجمه قليل، او حتى تولدي بدري قبل ميعادك. هستنى اسئلتكم لو لسه محتارين تاكلوا ايه.